يشهد الملف السوري تصعيدا واضحا على مستوى الضغوط الخارجية، على الرغم من محاولات دمشق التخفيف من حدة التوتر الداخلي عبر قرارها بسحب تدريجي للآليات العسكرية من بعض المدن. وفي اليومين الماضيين ألقى الجيش السوري القبض على مئات المسلحين العرب والأجانب في عدد من أحياء حمص، فيما ضبطت أجهزة الأمن عددا كبيرا من الألغام والأسلحة وقذائف الRPG وعددا كبيرا من السيارات التي تحمل لوحات مزورة، إضافة إلى قذائف إسرائيلية الصنع عثر عليها في حي باب عمرو بمدينة حمص، فيما قام العشرات ممن حملوا السلاح في الفترة الماضية بتسليم أنفسهم في ريف حماة وإدلب ودمشق ودرعا للاستفادة من مرسوم العفو الأخير. اليوم ألقي القبض على ضابط عربي عالي الرتبة مختص بالتفجير في مدينة حمص. كيف يفسر ذلك؟ ألا يفسر تورط بعض الأطراف العربية ومن يمثلهم عبر اللجنة الوزارية؟ نحن نتحدث عن منصات صواريخ تم تفكيكها اليوم في حمص، 158 منصة صواريخ قصيرة المدى ومزودة بمناظير ليلية. وأفيد عن اشتباكات جرت غرب إدلب على طريق حارم معرة مصرين أسفرت عن سقوط اثنين، أحدهما من الجيش السوري والثاني من المسلحين. وعلى الصعيد السياسي، وبعد أن وجه وزير الخارجية وليد المعلم رسائل لوزراء خارجية روسيا والصين والهند ودول أخرى، إضافة إلى اللجنة الوزارية العربية وأميني عام الجامعة العربية والأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، متهما واشنطن فيها بالأحداث الدامية في سوريا، اعتبر سفير سوريا لدى الجامعة العربية يوسف أحمد تصريحات أمينها العام نبيل العربي ونائبه حول سوريا بأنها تخلق التباسا وتدخلا ليس في محله مع مضمون خطة العمل العربية، وتعد تجاوزا للصلاحيات التي خولها ميثاق الجامعة.